بيبدأ الفيلم بطفل اسمه أندي قاعد في أوضته بيلعب بألعابه. فبيروح يحضر عيد ميلاده وبتصحى كل الألعاب. بتظهر لعبة رعاة البقر أو بمعنى أصح الكاوبوي. بيروح يتصنتوا على الهدايا اللي جابها الأندي، ويسمعوا كل ما يفتح واحدة ويجي أصحابه ويدوله الهدايا. ويروح العساكر اللعبة يتجسسوا عليهم ويقعدوا يخبروهم الأخبار أول بأول، ويقولوا لهم كلها هدايا بسيطة مفيهاش لعب. ويتفاجئوا إن في صندوق هدية تاني بس على الحظ. ريكس بيتوتر ويقع الجهاز ويزعقوله عشان هو وقع الجهاز. وفي اللحظة المهمة وبعد كده وبيهربوا العساكر عشان هما جايين ويخرجوا من الأوضة. بيتحركوا الألعاب ويشوفوا وودي لعبة جديدة اسمها باص لايتر، لعبة معمولة من الفضاء. فيتعرف عليها وباقي الألعاب بيتكلموا معاه، وباقي اللعب بينبهروا منه من كل الحاجات اللي بيعملها أكنه فضائي. فزي ما تقول كده وودي اتركن على جنب، واندي بقى يقضي وقته يلعب مع باص اكتر من وودي، وده بيخليه يتضايق لان اندي مبقاش يلعب معاه زي الاول. فبيروح يتكلم مع باص يقول له انت مجرد لعبه زينا، فاكر نفسك فضائي بجد؟ ويقعد يتريق عليه ويوري له وودو الواد سيد او ساد او سيد، في العموم هو في الحالتين عادي. يقول له شوف بيعامل ازاي مع العابه اكنها اعدائه. وبعد كده بيجي اندي يلعب في اوضته، وبعد كده يمسك وودي بلعبة الحظ يقول له يا ترى اندي هيلعب معايا زي الاول ولا لا. يدوله رد ما يعجبوش، فيفكر وودي في فكرة جهنمية عشان يمشي باز ويحلله الجو مع اندي. فيضحك عليه يقول له الحق شوف في ايه. يجيب العربية اللعبة يوقعه في الشارع، ويتفاجئوا كل اللاعب انه وقع في الشارع. فيسألوا ايه اللي حصل، يمثل عليهم وودي يقول لهم مش عارف ايه اللي حصل، جاب من نفسه من بينها. فالعربية بتبقى عايزة يقولوا لهم حاجة، فبيقول بطاطساية استنوا يا جماعة دي العربية عايزة تقول حاجة. فيعرفوا ان وودي هو اللي وقعه، فبيحاولوا يشيلوه عشان يرموه في الشارع يساعده. يجي اندي ويسيبوه الالعاب في حاله، ويجي اندي يدور على لعبه باز ما يلاقيهاش عشان ياخدها معاه في مطعم بيتزا. فيقول له هو راح فين باز؟ تقول له امه مش مهم دلوقتي، خد اي لعبه دلوقتي. وبيضطر ياخد وودي ويمشي. فياخد اندي وودي ويركب العربيه يشوفهم باز يجري يركب فوق الشكمان ويمشوا. ويحاولوا اللاعب يرموا الحبل عشان يطلعوا باز لكن ما بيلاقوهوش تحت. وبعد كده بيوصلوا للبنزينة عشان يفولوا. يظهر باز يشوف وودي يقول له باز اخويا وحبيبي انت كنت فين؟ يقول له بقى يا ووتي يا واطي ترميني. ويمسكوا يضربوا في بعض ويقعوا في الشارع، وتتحرك ام اندي بالعربية ويمشوا. يزعل وودي انه بقى تايه في الشارع. يقعد باز يتفزلك يقول احنا على بعد 500 سنتي سنة ضوئية. يقول له وودي يا باز انت مجرد لعبة بلاستيك لا راحت ولا جت. ويزعل باز ويمشي. يشوف وودي بالصدفة عربية المطعم اللي راح عنده اندي، ينده على باز يقول له تعالى معايا، ما يردش عليه عشان هو زعلان منه. بيضحك عليه يقول له الحق ليه سفينة فضائية عشان اللوجو يعني. بيروح باظ معاه ويطلع فوق جنب السواق وودي ورا ظهر العربية، وتتحرك العربية لحد ما يوصلوا للمطعم. ويطلعوا من العربية يدخلوا المطعم. ينبهر باظ من اللعب اللي جوه. فبيشوف وود عيلته من بعيد، ويشوف باظ لعبة فيها مركبة فضائية. بيسرح مع نفسه ويدخل جواه. بيلاقوا كائنات فضائية خضراء صغيرة. يقول لهم مين الرئيس هنا؟ يقولوا له الكماشة اللي بتسحبنا. يدور عليه وودي يلاقيه في لعبة الحظ، يدخل جواها عشان يهربوا. على حظهم بيجي الواد سيد يلعب ويسحب كائن من وسطهم. بيلاقي باز بيرمي اللعبة ويسحب باز، وودي بيفتح باب المخرج عشان يخرج بتاع اللعبة. وودي يمسكه من تحت والكائنات الخضرا بتقول سيبه كماشة اللي اختارته. بيسحب سيد باز وودي وياخدهم ويروح بيته وحاططه في شنطته. ويدخلوا بيته وكأنهم دخلوا بيت الرعب. بيقابلوا الكلب بتاعه بيديله اللعبة الخضرا وياخد يفرموا أمها. وياخد اللعبة بتاعت أخته ويعمل فيها تجارب ويدخل أوضته ويسيب شنطته ويخرج وودي وباز ويخرج بره. وبعد كده يخرج وودي يشوف الأوضة عاملة ازاي. يشوف عروسة تحت السرير يخرج يلاقيها برجل عنكبوت. ويشوف كل اللعب اللي في الأوضة يخاف ويدخل الشنطة مع باز. وفي الناحية التانية الألعاب لسه بيدوروا على باز. ويجي الصبح يجي الواد المجنون اللي بيستبح على أي لعبة يخربها، بيمسك المكبل العدسة يقربها على وش وودي يتلسع من الشمس. ويخرج سيد من أوضته ما يستحملش وودي اللسع يروح يحط فيها مية. يجي باز ويشوف اللعب اللي في الأوضة يعمل فيها فضاء يطلع الليزر يقول لوودي يا عم انت حتة لعبة. فيجري وودي على السلم عشان يهرب. يلاقي الكلب فيرجع تاني بهدوء عشان ما يصحوش. يشوف باز يقول له تعالى ورايا نعدي الناحية التانية. وهما بيعدوا تشبك الحبل بتاع وودي في الحديدة، يشدها يطلع صوت يسمعهم الكلب يجري وراهم ويهربوا. يدخل باز في اوضه التلفزيون يشوف اعلان ليه، وهو بيكتشف ان هو لعبه مش بيطير بجد. فبيروح يقف على السلم يجرب انه يطير ولا لا، فيقع في الارض ودراعه يتكسر. تيجي اخت سيد تمسكه وتاخده مع العابها. يجي وودي يشوف باز ليه مع اخت سيد، فبتنده عليها امها وتروح لها. يجي وودي ياخده لكن باز بيعصلك يقول كلام غريب.
بيعملوا ريستارت ويرجع زي ما كان. يقول له ايه ده، ايه اللي حصل لك يا باز؟ كنت بحاول اطير. وبعد كده بينده وودي على اللاعب اللي عندي، يقول لهم باز معايا ما تخافوش، ويرمي لهم الحبل عشان يقعدوا من عليه. يقولوا له ايه الاخبار باز، يجيب دراعه ويشاور لهم بيه عشان ما يلاحظوش بحاجه. لكن بيكشفوا على حقيقته وبيصدموا ان هو قتل باز. هما فاكرينه كده ومحدش يصدقه ويقفلوا الستاره. بعد كده بيتلموا عليه اللعب المشوهه وياخدوا دراعه باز ويحاولوا يصلحوه. ويحاول وودي يواجههم، لكن بيطلعوا فعلا بيصلحوا دراع باز ويشكرهم وودي. ويسمعوا صوت الواد المجنون جاي. يهرب وودي يمسك باز، لكن باز مش عايز يروح معاه. ويروح وودي يستخبى في البرنيكة. ويجي سيد اوضته بيدور على وودي ما يلاقيهوش. يلاقي باز وياخده ويرزقه الصاروخ عشان يطير. عيل مؤذي بقى. بيلاقي الجو بيمطر وبيأجلها لبكرة ويروح ينام. ويزعل أندي إنه مش لاقي وودي وباز. تقول له أمه ما تخافش، هتلاقيه موجود هنا ولا هنا. ويروح ينام. يشوف وودي باز بيتكلم معاه. يقول له باز خلاص يا وودي، انا فعلا مجرد لعبه تتلعب بيها يومين واتركن على جنب. يرد عليه وودي لا يا باز، انت احسن مني بحاجات كتير. انت على الاقل عندك امكانيات احسن مني، اما انا مجرد كوبوي حقير عنده حبل يتشد ويقول جمل اي كلام. ويجي الصبح يبص وودي ملاقيش باز. بيكون بيساعده يزق صندوق العده اللي فوقيه. فبيشوف باز العربيه اللي تاخدهم مع اللعب. فبيستعجلوا باز وينزل وودي. وفجأة المنبه بيرن ويصحى الواد المجنون ياخد باز ويجري بيه. يجري وودي وراه يلاقي الكلب في وشه. ويرجع الأوضة تاني ويتفق مع اللعبة المشوهة على خطة ويروحوا ينفذوها بسرعة. وأندي وأمه بيحضروا كل حاجة عشان هيعزلوا. ويزعل أندي إنه مش لاقي بردك باز وودي. وينفذوا الخطة ويطردوا الكلب بره عشان يساعدوا باز. ويخرج وودي مع الألعاب اللي بره في الجنينة بتاعة البيت. ويقف يشوفه سيد ياخده ويحطله الكبريت ويحطه في الشواية. ويحاول يولع في الفتيل بتاع باز. يتكلم وودي يسمعه سيد ويمسكوا كل اللعب اللي هو شوهها بيتجمعوا حواليه. ويقول وودي يبقى ألعب حلو. ويخاف الواد ويجي يبقى عنده عقدة من اللعب. ويهربوا وودي وباز من البيت ويجروا ورا العربية. ينط باز ويجري وودي يمسك بإيد باز. ويلاقي الكلب بيجري وراهم وماسك برجليه. فبينط باز على الكلب ويروح وودي يفتح الباب ويفتح الكراتين يلاقي الألعاب. يقول له أخبار باز. يدور في الكرتونة ياخد العربية الريموت ويوديها عند باز ويركبها ويحركوا الريموت. والألعاب بتزعق تقول له ايه ده، انت منزل العربية ليه؟ والكلب بيجري ورا باز. فيجري الكلب. العربيات بتحاصر الكلب وما يعديش. واللاعب بيمسكوا بودي وعايزين يرموه في الشارع. ويجي باز ياخده بالعربية. بيشوفوا بمنظار يقول لهم ان فعلا وودي جاي معاه باز. ويفرحوا ويقربوا من العربية. ينزل سلينكي الكلب يساعده وما يقدرش. والعربية اللي راكبين فيها وودي وباز بتفصل. يفكر وودي يولع الكبريت فالهواء يطفيه. فيقعد باز ويزعل. يلاحظ وودي ان الشمس حامية. يوجه الفتيل للشمس يولع ويطيروا في الجو. ويفتح باص جناحاته ويفرح وودي ان باص طلع بيطير. وينزلوا في الصندوق بتاع اندي. يشوفهم اندي ويفرح ان هو لقاهم. وفي الاخر بيروحوا البيت وانضم باص للشلة. ومشغلين الجهاز بيتصنتوا يشوفوا الاداء الجديدة. وكل اللي فات اشاعات. وودي وباص اخوات يا جدعان. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده عشان يوصلك كل الفيديوهات. واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.